فضيلة الشيخ، هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد، مثل أن يصوم أحد الأيام الست مع واحد من الأيام البيض؟ نعم، العبادات أحيانا تتساقط، يعني يسقط بعضها بعضا، وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة. فمثلا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد، لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي وقد صليت. وكذلك لو دخلت والإمام يصلي فإن من المعلوم أنك سوف تدخل مع الإمام وتسقط عنك تحية المسجد. كذلك لو صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام 3 أيام من كل شهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ولا يبالي في أول الشهر صامها أو وسطه أو آخره. من فضلك اقلب الشريط. وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها فإنه تصوم أيام الست في أول الشهر، ثم إذا جاءت أيام البيض صمها، لأنك أردت أن يكون صيامك في هذا الوقت المعين. أما صيام 3 أيام من كل شهر فإن صيام الأيام 6 يجزي عنها. نعم.